السلام عليكم يا أحلى متابعين. بيبدأ فيلمنا النهاردة بشخص قاعد على كرسي جوه خيمة في الصحراء في أفريقيا. واضح جدا إنه من قافلات المساعدة الأمريكية، وإنه طبيب لأن إيده بتنزل دم حاولته في معالجة شخص مجروح ومصاب. كان مش قادر حتى يقوم يغسل إيده وقاعد يرتاح، فجاله فيدرا المساعد الأفريقي بتاعه وقال له إنه لازم يمشي حالا لأن إصابة البوكر جايين عليهم. ركب أندرو عربيته وراح لمراته واندا اللي كانت بتعلم أطفال القرية. قال لها إن أكيد اللاجئين الأمريكيين اللي أصابت بوك وصلت لهم بلغوا عنهم، والعصابة عرفت بوجودهم علشان كده لازم يهربوا بسرعة. قال لها إنه عرف إن في طيارة جاية النهاردة ولازم يمشوا بسرعة جدا علشان يلحقوها. طمنها إنه عمل حساب كل حاجة، حتى إنه جهز الشنط كمان وجابها معاه في العربية. قالت له واندا إنها ترجع الولاد لأهاليهم، فترجع له على طول. فعلا اتحركت بسرعة وركبوا هما الاتنين العربية واتجهوا لمكان الطيارة. كان أندرو باين عليه إنه متضايق جدا طول الطريق. فكرته متضايق لأنهم ماشيين بسرعة، لكن قال لها إنه متضايق من الوضع كله، مش حابب أفريقيا لأنه اتبهدل وحاجته اتسرقت. حتى لما بعت يجيب امدادات طبيه اتحجر عليها في الجمرك. ده غير احساسه بالذنب بان طفل صغير يموت من غير ما يكون ليه اي ذنب، لمجرد ان المجرمين قرروا يقتلوا الكل. حاولت واندا انها تهون عليه لحد ما وصلوا لمكان الطياره ونزل. فيدرا ودعهم واعتذر لواندا على اللي حصل معاهم، بس هي كانت لطيفه جدا لدرجه انها قالت له انهم كانوا عارفين الوضع من الاول ووعدته انهم هيرجعوا تاني قريب. بعد ما ودعته راحت هي واندرو قابلوا الطيار مايك وسالوه ان كان ليهم مكان. قال لهم ان كل شخص لازم يدفع 10,000. طبعا اندرو كان شايف ان ده رقم كبير، خصوصا ان اللي عرفه بميعاد الطياره كان قايل له ان المصاريف ب 3000 بس للفرد. ما كانش في حل تاني قدامه غير انه يقبل، خصوصا ان اقرب طياره تانية هتكون بعد اسبوع. الوضع ده خطر وما كانش ينفع يستنوا الاسبوع ده ابدا. لسه يركبوا وينقلوا الشنط بتاعتهم. قال لهم مايك ان ممنوع وجود الشنط بشكل نهائي لانهم دافعين ثمن الكرسي اللي هينقلهم بس، وهددهم ان اللي مش عاجبه ما يركبش. برضه ما كانش في حل غير انهم يوافقوا. كان معاه 3 اشخاص تانيين وهم ماكس وخطيبته كريسي وصديقهم تايلر، رابعهم هو المرشد بتاعهم سابو. وهما في الطريق حس سابو ان في حاجه غلط في الطياره. اتكلم مع مايك وقال له ان الحمل زياده في الطياره. مايك رفض انه يسمعه وطلب منه يرجع على الكرسي بتاعه بسرعه. فيش دقايق ومحرك الطياره اتحرق واتصدمت الطياره باقصى سرعه في الارض. كانت النتيجه ان واندا اتصابت وكريسي ماتت، وبرضه مايك ما كانش قابل اي انتقادات خالص، لدرجه انه كان هيضرب سابو في الوقت ده لما سالوا عن الصيانه الدوريه اللي المفروض تتم للطياره. بعدها وقفوا يشوفوا نفسهم موجودين فين اصلا، لحد ما مايك عرف انهم في محميه نالا، وده مكان خطير جدا وسط البريه اللي مليانه بالاسود والحيوانات المفترسه اللي حجمها كبير. جمعهم كلهم وقال لهم ان قريه كوانا قريبه منهم جدا، ممكن يوصلوا لها خلال يوم، بس برضه الوضع هيكون صعب لانهم لازم يواجهوا كل انواع الحيوانات المفترسه اللي ممكن يتخيلوها. علشان كده لازم يتحركوا دلوقتي حالا في النهار، لان معروف ان الحيوانات بتصطاد بالليل. رفضت واندا واندرو انهم يمشوا، وشافوا ان الرحله هتبقى صعبه عليهم وهي مجروحه بالشكل ده. ما كانش سابو عايز يسيبهم يمشي لانه كان خايف عليهم، وعرض على واندا انه يشيلها طول الطريق. شكرته وقالت انها مش هتتحرك مكانها لحد ما تجيلها النجده. اضطروا انهم يسيبوهم ويمشوا ويتحركوا للقريه. ماكس كان خايف انهم يكونوا ماشيين اصلا في اتجاه غلط لان مش معاهم بوصله، لكن مايك اكد له انه خبير وعارف كويس وبيعمل ايه. لكن ماكس قرر انه يمشي في الاتجاه التاني لانه كان حاسس ان هو الطريق الصح. كمل طريقه لوحده، لان الباقي اختاروا انهم يفضلوا مع مايك لانه كان عندهم ثقه انه يكون عارف اكتر وعنده خبره اكبر. الطريق فعلا كان صعب جدا، وتايلر وقع في الارض من كتر التعب والميه اللي معاه كمان خلصت. قال له مايك ان فاضل لهم 30 دقيقه بس يوصلوا القريه، اداله ميه من معاه علشان يقدر يكمل الطريق. اما اندرو ففضل يدي الامل لواندا ويقول لها انهم هيرجعوا سالمين من غير اي خطر، يبقى انه طفل كمان، علشان كده لازم تبقى قوي من كده وتستحمل الالم. فضل جنبها لحد ما نامت، وقام يدور في الطياره على اي اكل ليهم. لا صناديق كتيره مليانه بالقرون وملهاش اي اكل. بنرجع تاني لمايك واللي معاه، المفروض انهم خلاص وصلوا لمكان القرية، لكن اكتشفوا انهم كل ده ماشيين في الاتجاه الغلط. طبعا دي كانت صدمة كبيرة ليهم، لانهم ما كانوش قادرين يستحملوا مجهود الرجوع او انهم يمشوا في طريق تاني غير ده. قعدوا كلهم يسندوا على بعض لحد ما رجعوا تاني للطيارة، لكن اتفاجئوا بآثار دم موجودة في كل مكان، محيط الطيارة وآثار افتراس على جسم الطيارة. ما كانتش واندا ولا جوزها اندرو موجودين، ففضل مايك يدور عليهم جوه الطيارة لحد ما اندرو خرج له وهجم عليه وكان عايز يقتله، وقال انه سبب في موت مراته، لحد ما سابه وبعد عنه بالعافيه. وبعد ما اندرو هدي شويه قعد يعيط ويقول انه ما قدرش حتى يقرب منها وينقذها. هون عليه سابه وقال انه اكيد ما كانش هيقدر يعمل حاجه قدام الاسد، وقعدوا كلهم في حزن جديد. بعدها راح مايك نادى على سابو وقال له انهم مضطرين يباتوا في المكان، لانهم لو كملوا الطريق واتجهوا للقريه وقتها الاسود هتهاجمهم. ده غير انه متاكد ان الاسود هترجع لهم تاني في نفس المكان ده. في حل وحيد للمشكله دي انهم يدخلوا لاوضه القياده ويباتوا فيها لحد النهار تاني يوم، ده لانها المكان الوحيد اللي بيتقفل كويس جدا. بس كان في مشكله ان اوضه القياده مش هتستحمل غير 3 افراد بس، وهم 4. راح اتكلموا مع اندرو، وقتها اتعصب جدا على مايك وقال له انه مجرم ومش هيقدر يثق فيه ابدا، وطلع صناديق القرون اللي مايك كان مخبيها في الطياره علشان يهربها، ودي طبعا جريمه كبيره.
حتى صابه اعترض، بس رجع لعقله وقال إن ده مش وقت عداوات أكتر من كده، ولازم يختاروا ال3 أشخاص اللي هيباتوا في أوضة القيادة. كان في طريقة واحدة علشان يختاروا بيها، وهي لعبة الحظ. وقفوا هما ال4 يلعبوها. طلع الاختيار إن تايلر هو اللي باب بره الأوضة. فضل يترجاهم ما يعملوش فيه كده. حاول كمان إن يرشي سابه وعرض عليه إنه يديله $1,000,000 في مقابل إنه ينام الليلة دي هو بره أوضة القيادة مكانه. لكن طبعا سابه رفض وقال له إن كلهم بيبصوا للأشخاص أصحاب البشرة السمراء على إنهم ممكن يبيعوا نفسهم، علشان كده مش هيرد عليه أصلا. لما الليل جه اداله مايك مسدس فيه طلقة إشارة ونبهه الطلقة دي الوحيدة اللي موجودة ولازم ما يستخدمهاش غير وقت الخطر. وسابوه كلهم ودخلوا وقفلوا عليهم كويس جدا. بعد شوية سمعوا صوت طلقات نار، فعرفوا إنها من مسدس ماكس لأن الوحيد اللي كان معاه المسدس. مفيش ثواني والطلقات خلصت. اتمنوا إنه يكون نجي، مع إنهم كانوا عارفين كويس اللي حصل. تايلر طبعا اتوتر أكتر من اللي حصل وفضل صاحي وحاول إنه يستجمع شجاعته. بعد شوية خرج مايك علشان يطمن عليه وقال له إنه لازم يبقى حريص إن النار ما تطفيش ويفضل صاحي طول الليل. وعلى بال ما دخل تاني لأوضة القيادة، دخل تعبان معاه من غير ما يحس. وبعد ما قفلوا عليهم الأوضة كويس وناموا، بدأ التعبان يتحرك بحرية كاملة. صحي بعدها على صوت صراخ تايلر اللي هاجموا مجموعة كبيرة من الأسود، وسمعوا صوت افتراسهم ليه فتوتروا جدا. كان أندرو عايز يخرج يساعده، لكن مايك نبهه إن أي حد هيخرج هيموت مع تايلر، لأن محدش منهم هيقدر يقف قدام الأسود. فجأة لقوا الأسود بتهاجم غرفة القيادة علشان توصل لهم. فضلوا ماسكين الباب وبيحاولوا إنهم يقاوموا ويقفلوا المكان كويس علشان الأسود ما توصل لهمش. في وسط الرعب ده كله شاف سابو التعبان وهو ملفوف حوالين رقبة أندرو فنبهه. وقتها اتصرف أندرو بتلقائية وحدف التعبان بعيد عنه، وللأسف وقع على رجل سابو وعضه. ربط له أندرو الرجل بسرعة وخرج السم منها، وكان حظهم كويس لأن الأسود كمان بدأت تهدى وتبعد عنهم. صحي تاني يوم مع شروق الشمس وسند مايك سابو وأخده وخرج بيه من الطيارة. أما أندرو فكان باين عليه إنه خلاص مش قادر يستحمل أكتر من كده ومنهار من الحزن. راح له مايك وقال إنهم إما يتعاونوا مع بعض علشان يخرجوا من الورطة اللي هم فيها أو يستسلموا ويموتوا فورا. رد عليه أندرو وقال إنه بيمر بأسوأ فترة في حياته، خصوصا بعد ما فقد مراته وحبه الأول واندا. وقف يتفرج عليها والأسود بتاكلها من غير حتى ما يقدر يعمل لها حاجة، وحس إنه عايش في كابوس مؤلم ونفسه يصحى منه، لكن خلاص آمن إن دي النهاية. ولما مايك حس إنه مستسلم وما عندوش استعداد إنه يقاوم علشان يكمل الرحلة وينجو، كان لازم يسيبه وياخد سابه ويكملوا هم رحلتهم قبل ما يموتوا جنبه. فعلا فضلوا ماشيين شوية لحد ما لمحوا عربية. صرخوا من كتر فرحتهم ونادوا عليهم علشان يساعدوهم. أندرو فرح جدا والأمل بدأ يرجع له، لكن اللي ما كانوش عاملين حسابهم إن العربية يكون فيها إصابة بوكو. ملحقش أندرو يفرح لأنه لقاهم نزلوا وضربوه هو أول واحد، وقربوا من صابه وسألوه بيعمل إيه مع الأجانب البيض. قال لهم إنه بيساعدهم. قالوا عليه إنه خدام وإنه يستحق الموت لأن ما عندوش كرامة، وسألوا أندرو بالذات إن كان هو اللي بيهرب قرون وحيد القرن ولا مين. وحطوا المسدس على راسه علشان يتكلم ويعترف، بس ما كانش بيقول حاجة، كان خلاص هيقتلوه. دخل مايك واعترف على نفسه إن هو اللي بيعمل كده، وطبعا سابو كان عارف إيه الخطوة اللي هتحصل بعد كده. اتكلم وقال إن فعلا الأرض دي أرض بوكو وأهل أفريقيا، وما ينفعش حد إنه يعتدي على أي حاجة ملكهم، بس يقدروا ياخدوا قرون وحيد القرن ويسيبوهم يمشوا في سلام. رد زعيم العصابة بتاع بوكو اللي موجود إنه قتله. بعدها كتف أندرو ومايك وقعدهم في الأرض وجمع كل الصناديق اللي موجودة اللي فيها القرون المهربة علشان ياخدها. أمر زميله إنه يتعامل مع الأجانب البيض. كان الشخص ده قصده إنه يعذبهم مش بس يقتلهم. جاب لهم المية ورماها قدام عينيهم وقال لهم إنهم ما يستحقوش حتى نقطة مية واحدة، إنه يسيبهم قاعدين كده قدامه في الشمس لحد ما يموتوا. فعلا فضل هو ورئيسه قاعدين قدامهم بالأسلحة ومنعينهم من الحركة لحد ما هم نفسهم تعبوا وناموا. أندرو فقد وعيه من كتر التعب ووقع على الأرض، ولما مايك لقاهم نايمين ومش حاسين بحاجة خالص قال لنفسه إنه ما عندوش استعداد يستسلم ولا يموت بالشكل ده. فضل يتسحب لحد ما قرب من واحد ومسك البندقية بتاعته علشان ياخدها. الشخص ده صحي وكان عايز يقتله، فقام أندرو هجم على رئيس العصابة علشان يمنعه من قتل مايك، وبيحاول ياخد منه البندقية. وكمان الرصاصة طلعت وصابت المجرم اللي كان بيحاول يقتل مايك ومات. فضل أندرو ضاغط على الزناد بتاع الرشاش، خرجت رصاصة تانية وجت في المجرم اللي ماسكه وهو كمان مات. كانت صدمة كبيرة لأندرو، حاول إنه ينقذه لكن للأسف كان خلاص فات الأوان. قرب منه مايك وقال له إنه عارف وحاسس بالمعاناة والوقت الصعب اللي بيمر عليهم من أول اصطدامهم بالطيارة وفقدانه لمراته، بس عايزه يعرف كويس إن ما كانش فيه خيار تاني قدامه، إنه ما قتلش المجرمين وهو قاصد مع إنهم يستحقوا الموت فعلا. ولاحظ مايك إن أندرو مصاب بالرصاصة في رجله، طلب منه إن يسمح له يساعده علشان هو محتاج إنه يعمل حاجة صح ويعوض الغلطات اللي عملها. وفق أندرو وسنده مايك ومشي بيه طول الطريق لحد ما لقى صخور قدامه. قالوا إنهم ممكن يطلعوا عليها علشان يرتاحوا شوية والأسود ما تقدرش تشوفهم. فعلا عملوا كده وبقى مايك يساعده، وطلعوا كل درجة من درجات الصخور، بس للأسف كان أندرو تعبان جدا ووقع وهو بيحاول يطلع. شاف مايك الأسود وهي بتقرب منهم فنزل بسرعة عشان أندرو وطلعوا معاه لفوق بعيد عن الأسود. وشاف مايك القرية فقال لأندرو إنهم هينجوا، لكن كمان في خبر وحش
إن الأسود فضلت تشم الدم اللي موجود على الأرض اللي خرج من جرح أندرو. بدأت تدور عليهم علشان تفترسهم، لكن ما قدرش تحدد مكانهم خالص. ولسه مايك هيفرح لقى ريحة جت ونقلت ريحتهم للأسود، فرجع واحد منهم يدور عليهم من تاني. الوضع بدأ يسود أكتر بظهور عقرب طلع على مايك. فضل ثابت في مكانه ومش عارف يتحرك علشان العقرب ما يعضهوش. فعلا نزل العقرب من عليه، لكن طلع على أندرو. فاضطر مايك إنه يبعده مرة واحدة، وفعلا عمل كده، بس طوبة صغيرة وقعت قدام الأسد فعرف مكانهم. هنا قرر مايك إنه يضحي بنفسه علشان ينقذ أندرو، ودهن نفسه بدم أندرو علشان الأسود تتعرف على نفس الريحة اللي موجودة في الأرض كده ما يتبعوش مكان أندرو تاني. قال إنه لازم يحافظ على أحلام مراته ويحققها، وإنه هيظهر قدام الأسود ويلهيها على بال ما يهرب. طبعا أندرو كان رافض الفكرة، لكن ملحقش يمنعه لأن مايك طلع يجري قدام الأسود وهو بيصرخ. للأسف ما قدرش يهرب لأن الأسود كانت أسرع منه بكتير، ووصلوا له وافترسوه قدام عيون أندرو. علشان أندرو ما يضيعش التضحية دي على الفاضي كان لازم يقاوم تعبه وألمه ويكمل الطريق للقرية. حتى لما وقع في الأرض من كتر التعب فضل يقاوم لحد ما وقف على رجله من تاني. فجأة إن الضباع بتتجه ناحيته، فقال إن مش لازم أبدا تكون دي النهاية. مد إيده في الأرض أخد غصن شجرة واتجه ناحيتهم علشان يقتلهم، مع إنه كان عارف نتيجة القتال ده كويس، بس حب إنه يعمل بنصيحة وصية مايك وما استسلمش. وهنا حصلت المعجزة، وبدأ الرعد والبرق يضرب الأرض، فخافت الضباع وهربت. نزلت المطرة اللي شرب منها أندرو لحد ما نام. وهنا حلم إن مراته بتقرب منه وبتمدله إيدها علشان يقوم. الحقيقة إنه ما كانش بيحلم، كان فعلا في حد بيقومه، لكن مش واندا. سكان القرية هم اللي جم أنقذوه. ودي النهاية بقى اللي اتعلمنا منها إن الإنسان لازم يقاوم لحد ما يوصل لهدفه. كده يخلص الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبك ما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك إشعار بكل جديد بنعمله.